أعزائنا المشاهدين عزيزاتنا المشاهدات، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد الذي هو عبارة عن البسباس العدني أو البسباس الأحمر. هذا النوع من البسباس نستخدمه في كثير من الطبخات التي سوف ترونها في قادم الأيام. آه، أول شيء نجيب معنا البسباس العدني، وإذا ما لقيتوه بتلاقوا هذا النوع من البسباس المكسيكي في المحلات المكسيكية. وطبعا هذا البسباس يكون كبير مجفف غير حار. الخطوة الأولى هي عبارة عن إنه نكسر البسباس أو تخليه مثل ما هو. أهم شيء نتأكد إذا في بقايا الجذع المتصل بالبسباس نشيله. نحط كامل البسباس في معنا في الدست. طبعا تقدروا تحطوا الكمية اللي تشتوى، يعني في ناس تحط كمية صغيرة، في ناس تحط كمية أكثر. أنا بالنسبة لي أفضل أحط كمية كبيرة وأحطها بالثلاجة بالفريزر. وبعدين نضيف الماء. بتلاحظ ان انا غرقت البسباس في الماء، وبعدين نشغل النار حتى يبدأ يغلي الماء معانا. نحط هذا الصحن بحيث انه يدهف البسباس الى الاسفل، لانه البسباس خفيف لذلك يطلع من فوق. الافضل انك تحط الصحن عشان ينزل من تحت، علشان كل البسباس يكون في الماء. وبعد 24 ساعة، في ناس تسويه فقط 12 ساعة، بالنسبة لي أنا سويتها 24 ساعة علشان أتأكد إنه البسباس يكون رطب جدا. نجي اليوم الثاني. الآن في اليوم الثاني إيش اللي نسوي؟ إنه لازم نصفي البسباس. طبعا من المهم جدا تصفية البسباس من الحبوب أو البذور ومن العروق التي تأتي داخل البسباس. مثل ما انتم ملاحظين هذا هو البسباس، يكون رطب جدا. شوف لما ينفتح بكل سهولة. بتشوفوا هذه الحبوب، أحاول أشيلها. وأيضا بتلاحظوا هذا العرق الذي في النص. من المهم جدا انك تشيل الحبوب والعرق علشان ما يكونش البسباس حار. علشان تشيل الحبوب بسهولة غمسها شوية في الماء وخلاص تكون جاهزة. نكرر هذه العملية مع كل بسباس. لاحظ كيف أسهل طريقة انك تحاول انك تفتح البسباس بطريقة طولية. بعدين بتشوف العرق اللي في النص هذا يجي منه 2 أو 3 بكل سهولة تشيله. تبدأ من تحت تسحبه إلى فوق، والحبوب تغمسها شويتين في الماء ويكون معنا البسباس جاهز. نكرر هذه العملية حتى كل البسباس يكون معانا جاهز. طبعا بعد ما نظفنا كل البسباس نجيب هذا البسباس وماء والثومة. طبعا الثومة حسب ما تحبون الثومة انتم. نبدأ نخلط البسباس على شوية شوية، لا تحطوا كثير علشان ما الخلاطة تخلط معانا. نحط الثومة كمان. ومن المهم ايضا انه نحط الماء، لانه البسباس ناشف طبعا علشان ينخلط بسهولة. طبعا بتلاحظوا هذا القلص برعاية ساسكاتشوان. هذا ساسكاتشوان اقليم في كندا نسميه اقليم الارض المنبسطة. طبعا اذا البسباس شفنا انه تمام نضيف كمان بسباس الى الخلاطة. وايضا لا ننسى الماء ونخلط. طبعا نتأكد انه البسباس انخلط بشكل جيد ونأخذه الى صحن جانبي. اذا الكمية حقها من البسباس كبيرة مثل اللي معاي انا، يفضل انك تقسمها على 2 علشان ينخلط جيدا. نكرر نفس العملية بالنسبة لباقي البسباس. نخلطه، يعني نضيفه بعد شوية، نضيف الثوم، نضيف الماء الذي هو بقدر السكر. إذا لاحظنا أنه ثقيل البسباس ومنخلط كويس نضيف له ماء ونخلط. نستمر. لازم يكون البسباس مخلوط تماما. وهنا نكون انتهينا من خلط كل البسباس. مثل ما بتلاحظوا يبقى شوية بسباس بالخلاطة، طبعا لأن البسباس هذا مش بالسهل واحد يلاقيه. أنا أحاول أشيل كل الكمية من الخلاطة، يعني بتلاحظ أن أنا أحاول أغسلها بشوية ماء.
وبعدين نخلط البسباس عشان يكون متجانس. وبعدين مثل ما تلاحظوا هنا أنا قسمت البسباس إلى أكياس صغيرة، بحطها بالفريزر. كل مرة أكون أطبخ أكون أشيل البسباس وأطبخ فيه. وشكرا جزيلا.